في العشرينيات من القرن اللي فات كان في صحفي في الاتحاد السوفيتي اسمه سولومون تشيرشوفسكي. المدير بتاع الصحفي ده كان شايف ان هو شخص كسول ومش بيعمل اللي عليه، والسبب في ان المدير كان بيقول عنه كده ان كل الصحفيين كانوا بيكتبوا نوتس او ملاحظات في الاجتماعات ولما يقابلوا حد علشان ياخدوا منه معلومه، الا تشيرشوفسكي ما كانش بيكتب اي ملاحظات. ففي مره محرر الصحيفه ساله انت ليه مش بتكتب اي حاجه؟ فتشيرشوفسكي استغرب اصلا من السؤال وقال له ليه ممكن حد يكتب حاجه لما هو قادر يفتكر كل حاجه، وسمع له محاضره كان حاضرها الصبح كلمه كلمه. تشيرشوفسكي ما كانش بيكتب اي حاجه لانه كان بيفتكر كل حاجه تقريبا، بل حتى ان هو كان فاكر ان الناس كلها عندها نفس الذاكره، وكان مستغرب هم ليه اصلا بيكتبوا. ده هيسيبنا مع تساؤل مهم: هل ان الواحد يكون عنده ذاكره قويه زي تشيرشوفسكي كده ده بالضروره شيء كويس؟ الإجابة هي لأ، وده لأن الحاجة اللي بتفرق بين شخص محترف في حاجة معينة وحد تاني لسه مبتدئ فيها مش الذاكرة بس، دي مهارة تانية هنتكلم عنها في الفيديو النهاردة، واللي الذاكرة القوية أصلا ممكن تكون مشكلة في تطبيق المهارة دي، وده اللي اتكلمت عنه باربرا أوكلي صاحبة واحد من أشهر الكورسات على الإنترنت Learning How to Learn في كتابها A Mindful Numbers. في الفيديو ده هنتكلم عن المهارة اللي بتفرق بين حد محترف في حاجة معينة وحد تاني لسه مبتدئ فيها، وهنتكلم ايه علاقتها بالتركيز وبالذاكره، وهنقول برضو ازاي نقدر نستغل حاجه زي كده. بس علشان نفهم ايه الحاجه دي هنتكلم عن حاجه مهمه اتكلمت عنها باربرا اوكلي في الكتاب، وهو ايه اللي بيحصل لما بتركز على حاجه معينه. لما بتركز على حاجه معينه في حاجه بتتكون اسمها ميموري تريس. علشان نفهم يعني ايه ميموري تريس هنشبهها بتشبيه صغير قالته باربرا اوكلي في الكتاب. هنتخيل ان في اخطبوط في دماغك هو المسؤول عن ان انت تفكر في فكره معينه، فلما تركز في الحاجه اللي قدامك وليكن شكل دايره مثلا او لون معين، الاخطبوط ده بيمد دراعاته في اجزاء مختلفه من الدماغ. لما بيمد دراعاته بالاجزاء المختلفه دي بيوصل الاجزاء دي ببعض. لما بقى ساعتها الوصله دي بتحصل، ساعتها بتفهم الحاجه اللي قدامك، والوصله اللي اتكونت دي هي الميموري تريس اللي احنا قلنا عليها في الاول. الميموري تريس دي بقى بتبقى معلومه صغيره عندك بتتكون لما بتركز على حاجه معينه وبتتدرب عليها كذا مره وهكذا، فلما تيجي تركز على الحاجه دي تاني نفس المسار بيشتغل مع بعضه تاني، وكل ما اتدربت على المسار ده اكتر كل ما كان المسار ده اقوى وسهل ان انت تفتكره بعد كده. زي الصوره اللي قدامنا كده، المسار اللي باللون الاحمر الباهت دي حاجه انت لسه ما اتدربتش عليها قوي، اما الاحمر الغامق في حاجه انت اتدربت عليها كذا مره وهكذا، وبالتالي لما تيجي تركز على حاجه هيكون اسهل ان انت تفتكر المسار اللي باللون الاحمر الغامق عن المسار التاني اللي باللون الاحمر الباهت اللي لسه مش قوي زي المسار الاول. الميموري تريس دي بقى هتاخدنا لنقطه تانية مهمه، وهي ايه مشكله الذاكره القويه اللي كانت عند تشيرشوفسكي. يعني ايه المشكله ان الواحد يكون قادر ان هو يفتكر كل حاجه، او بمعنى تاني يكون عنده ميموري تريسز كتير. العالم الالماني ألفريد فيجنر صاحب نظريه الكونتيننتال دريفت او الانجراف القاري، واللي بتقول ان القارات كلها كانت قطعه واحده بعد كده انفصلت، كان اكتشف ده من مجموعه معطيات كانت عنده في مجالات مختلفه، زي مثلا الجغرافيا ان هو لما كان بيشوف الخرائط كان بيشوف ان القارات ممكن تتركب على بعض زي قطع البازل، والجيولوجيا ان هو كان بيشوف صخور متشابهه في قارات مختلفه، ومجالات تانية هي اللي خلته يوصل للاستنتاج ده. باربرا اوكلي بقى بتقول ان احنا لو جبنا المعلومات اللي اكتشف بها فيجنر نظريه الكونتيننتال دريفت وحطيناها قدام تشيرشوفسكي مش هيعرف يوصل لنفس النتيجه، على الرغم ان تشيرشوفسكي عنده ذاكره احسن من فيجنر. والسبب في ده ان الذاكره القويه اللي كانت عند تشيرشوفسكي خلت عنده مشكله في مهاره تانية مهمه، والمهاره دي هي اللي ساعدت فيجنر ان هو يوصل للاستنتاج اللي وصل له ده، والمهاره دي هي اللي تشانكينج. هنتكلم يعني ايه اصلا التشانكينج وليه المهاره دي ليها تاثير كبير في التركيز والتفكير بتاعك، وهنتكلم برضو ايه علاقه المهاره دي بالذاكره وازاي نقدر نستغل حاجه زي دي. تخيل ان انت بتذاكر حاجه او بتحاول تفهم حاجه لاول مره، اوقات كتير لما لسه بتكون بتحاول تفهم الموضوع بيبقى الموضوع ملخبط شويه وبتحس ان انت قدامك قطع بازل مش متركبه على بعض. عمليه بقى تجميع قطع البازل دي مع بعض في صوره متكامله، او ان انت تجمع المعلومات في صوره واحده يكون ليها علاقه ببعض، هو ده معنى التشانكينج. باربرا اوكلي بتشبه التشانكينج ان انت يكون عندك مجموعه ملفات على الكمبيوتر وانت جمعت الملفات دي في ملف واحد مضغوط، يعني بدل ما المعلومات كتير وملهاش علاقه ببعض، التشانكينج بقى بيخلي المعلومات دي معلومه واحده متماسكه وليها علاقه ببعض. كنا قلنا في الاول على حاجه اسمها ميموري تريسز، وان دي حاجه بتتكون لما بتركز على حاجه معينه. الميموري تريسز دي بقى لما بتتجمع مع بعض بتعمل تشانك. يعني لو اعتبرنا ان كل معلومه صغيره هي ميموري تريس، فالمعلومه الكبيره نفسها هي التشانك. طب التشانكينج ده اصلا يبان ان هو حاجه بسيطه، ايه بقى تاثيره على الفهم وتعلم المهارات والكلام ده كله؟ اكيد سمعت قبل كده عن مصطلحين الشورت تيرم او الوركينج ميموري واللونج تيرم ميموري، او الذاكره قصيره الامد والذاكره طويله الامد. وان الشورت تيرم ميموري او الذاكره قصيره الامد دي المعلومات اللي انت لسه بتذاكرها دلوقتي او الحاجه اللي انت لسه بتبقى عارفها، او ان دي الذاكره اللي بتفتكر بيها حاجه معينه علشان تحل بيها مشكله معينه. وان اللونج تيرم ميموري دي المعلومات اللي عندك المتخزنه اللي خلاص اتعلمتها واتدربت عليها كذا مره. طب ايه علاقه الكلام ده بالتشانكينج؟ الوركينج ميموري او الذاكره قصيره الامد هي ذاكره محدوده فيها تقريبا 4 اماكن ل4 حاجات تقدر تفتكرهم في وقت واحد. يعني مثلا لو انت بتحل مساله رياضيه معينه فانت عندك 4 اماكن تقدر بيهم تفتكر معلومات تساعدك في حل المساله. لو المعلومات بقى عندك اللي بتحل بيها المساله دي مش تشانك او مش متجمعه مع بعض في صوره واحده، فالمعلومات اللي انت عاوز تفتكرها دي هتاخد مكان اكبر بكتير في الوركينج ميموري، اكتر من المكان اللي هتاخده لو كانت المعلومات دي متجمعه مع بعض. يعني تخيل ان انت عندك مجموعه معلومات عاوز تفتكرها علشان تحل مساله معينه. هنتخيل سيناريوهين انت بتفتكر بيهم المعلومه دي وانت بتحل المساله. السيناريو الاول ان المعلومات دي مالهاش علاقه ببعض وكل واحده بيهم منفصله عن الثانيه، اما السيناريو الثاني ان المعلومات دي تشانك او متجمعه مع بعض في صوره واحده. في السيناريو الاول المعلومات اللي مش متجمعه مع بعض دي هتاخد مكان اكبر في الوركينج ميموري، اما المعلومات دي لما متجمعه مع بعض او تشانك هتاخد مكان واحد بس في الوركينج ميموري. طب ده تاثيره ايه؟ لما يكون لسه عندك مكان في الوركينج ميموري وانت بتحل المساله هيكون في فرصه اكبر ان يجيلك افكار ثانيه ممكن تقدر تحل بيها المساله دي. يعني لو الوركينج ميموري بتاعتك مليانه فانت مش هتقدر تفتكر حاجه ثانيه تحل بيها المساله، اما لو الوركينج ميموري بتاعتك لسه فيها مكان ففي احتمال اكبر ان يجيلك فكره ثانيه تقدر تحل بيها المساله. ودي كانت اول نقطه. كمان لو المعلومات عندك
عندك في شكل تشانكس هيبقى الموضوع اسهل بكتير، وهنفهمها من خلال المثال ده. تعال نتخيل برضه ان انت بتحل مساله رياضيه معينه، وفي نص المساله دي كان في عمليه حسابيه بسيطه زي ان انت بتضرب 5 في 5. الموضوع مش هيبقى صعب ان انت تقعد تفكر في الموضوع كتير علشان تضرب رقمين في بعض، ومش هتحتاج تقعد تشرح لنفسك ليه 5 في 5 بيساوي 25. طب ليه بقى الكلام ده بيحصل؟ لان المعلومه دي عندك تشانك، خلاص المعلومه عندك بقت قطعه واحده، مش محتاج ان انت تشرحها لنفسك تاني. كمان التشانكينج هو اللي هيجاوب على السؤال اللي احنا سالناه في الاول، هو ايه الفرق بين حد محترف في حاجه معينه زي الشطرنج مثلا وحد لسه مبتدئ في الحاجه دي. باربرا اوكلي بتقول ان انت لو عندك مشكله معينه ففي طريقتين بنفكر بيهم علشان نحل المشكله دي. الطريقه الاولى السيكوينشال ثينكينج، وده شبه التفكير اللي انت بتفكره في مساله رياضيه مثلا، ان انت يكون قدامك المشكله وبتفكر فيها بخطوات معينه، كل خطوه بتوصلك للحل اكتر، وده اللي بيحصل في الفوكس مود او وضع التركيز اللي اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده. اما الطريقه الثانيه اللي بتفكر بيها علشان تحل المشكله هي ان انت بتربط كذا فكره مالهاش علاقه ببعض، وده بيكون في الديفيوز مود او وضع التشتت اللي اتكلمنا عنه برضه قبل كده. باربرا اوكلي بتقول ان اغلب المشاكل الصعبه بتتحل بالديفيوز مود، وده لان غالبا انت بتربط فكرتين ما لهمش علاقه خالص ببعض، وده بيبقى صعب قوي تعمله وانت مركز زي ما قلنا في فيديو تاني قبل كده. طب ايه علاقه الكلام ده بقى بالتشانكينج؟ هنتخيل ان التشانك الواحده هي عباره عن كتاب في مكتبه، كل ما كان عندك تشانكس اكتر كل ما كان عدد الكتب دي اكتر والمكتبه اكبر، وكل ما كانت المكتبه دي اكبر وعدد الكتب اكتر كل ما كان عندك القدره ان انت تطلع افكار من كتب مختلفه وتربطها ببعض علشان تلاقي حل المشكله. فكل ما زادت عدد التشانكس في دماغك كل ده ما هيخلي قدرتك ان انت تحل مشكله معينه سواء بالفوكس مود او الديفيوز مود اكبر، وهيحصل عكس ده لو مفيش تشانكس او اللي بتسميه باربرا اوكلي التشوكينج. وده قلنا في نقطه قبل كده ان الوركينج ميموري بتاعتك هتبقى مليانه معلومات، وبالتالي فرصه ان انت يجيلك معلومات جديده علشان تحل بيها مثلا المساله اللي انت بتحلها هتكون اقل. قبل ما نتكلم ازاي نقدر نستغل مهاره التشانكينج دي هنتكلم بس عن نقطه مهمه، وهي ايه مكان التشانكس في التعلم بشكل عام. باربرا اوكلي بتقول ان التعلم بيكون في شكلين، توب داون وبوتوم اب. طب يعني ايه الكلام ده وايه الفرق بين الاثنين؟ البوتوم اب هو التشانكس اللي احنا بنقول عليها ان انت يكون عندك مجموعه معلومات صغيره تقدر تجمعها في صوره واحده، وده بيكون بالمذاكره وهكذا. اما التوب داون فده الصوره الكبيره او الحاجات الرئيسيه اللي انت بتتعلمها، وده بتعرفه من التاليف في الحاجه اللي انت بتذاكرها وتعرف النقط الرئيسيه وهكذا. كل واحد من دول بقى ليه دور مختلف. التشانكس اللي هي بتمثل البوتوم اب هي اللي بتحدد هل انت هتعرف تستخدم المعلومات دي اصلا ولا لا. يعني لو التشانك نفسها قويه هتقدر تستخدم بعد كده المعلومه بسهوله زي ما قلنا، زي ضرب رقمين مثلا زي ما قلنا في الاول. اما بقى التوب داون هو اللي بيحدد هل انت هتعرف تستخدم المعلومه دي امتى ولا لا. يعني لو عندك تشانك قويه فده معناه ان انت هتقدر تستخدمها بكفاءه، اما لو فاهم الصوره الكبيره اللي انت بتذاكره هتعرف بقى امتى تستخدم التشانك دي. هنيجي بقى للنقطه المهمه، ازاي بقى نقدر نستفيد من الكلام ده. باربرا اوكلي قالت على شويه خطوات نعملهم علشان نكون تشانك. قلنا في الاول على مثال الاخطبوط ان انت لما بتكون مركز على حاجه معينه ففي اخطبوط بيمد دراعاته في اجزاء معينه من الدماغ ويوصلها ببعض علشان تفهم الحاجه اللي انت بتركز عليها. فلو انت بقى مش مركز على الحاجه دي كويس وانت بتعمل تشانك فاكنك بتخلي دراع من دراع الاخطبوط ده يروح في اتجاه تاني غير الاتجاه اللي المفروض يروح فيه، ودي كانت اول خطوه هي التركيز. قلنا برضو في الاول ان التشانكس دي عباره عن مجموعه ميموري تريسز متوصله ببعض. طب ايه بقى اللي هيخلي الميموري تريسز دي تتوصل ببعض؟ اللي هيخلي الميموري تريسز دي تتوصل ببعض هو الفهم. الفهم هو كانه اللزق اللي بيلزق الميموري تريسز دي ببعض علشان تكون تشانك، ودي كانت تاني خطوه معانا هي الفهم. اتكلمنا برضه عن الفرق بين التوب داون والبوتوم اب ليرنينج، وقلنا ان الاثنين مهمين، وعلشان الاثنين دول يكونوا موجودين لازم تكون فاهم سياق الحاجه اللي انت بتذاكرها كويس. باربرا اوكلي بقى بعد كده بتقول على مثال علشان لو عايز تكون تشانك قويه. تخيل مثلا لو عندك شابتر معين بيشرح قانون في الفيزياء او في الرياضه مثلا. باربرا اوكلي بتقول ان انت لو عايز تكون تشانك قويه هتمشي ورا الخطوات دي. اول خطوه ان انت تشوف مثال بيستخدم القانون ده وتعرف في المثال ده كل خطوه بتتعمل ليه. الخطوه الثانيه ان انت تحاول تحل المساله من اولها لاخرها من غير ما تبص على الحل. الخطوه اللي بعد كده ان انت تعيد حل المساله دي تاني وتعرف الخطوات الرئيسيه اللي فيها، وبتقول ان انت المفروض تعيد المساله كذا مره لو حاسس ان انت لسه في حاجه مش فاهمها. الخطوه اللي بعد كده ان انت تاخد فتره راحه او بريك، وده مش بالضروره معناه ان انت تقعد ما تعملش حاجه، هو المقصود بان انت ما تركز على نفس الحاجه اللي المفروض بتعملها تشانكينج. يعني ممكن تركز على موضوع تاني في نفس الماده او ماده ثانيه او هكذا، يعني لان ده هيساعدك ان انت تشغل الديفيوز مود وبالتالي ممكن تفهم حاجه انت ما كنتش فاهمها. الخطوه اللي بعد كده بتقول ان انت تحل المساله دي تاني قبل ما تنام على طول، لان برضه لما تنام الديفيوز مود بيشتغل في الحاجه اللي انت فكرت فيها قبل ما تنام. الخطوه اللي بعد كده ان انت تحل المساله تاني في اليوم اللي بعديه، بتقول ان انت المفروض في الوقت ده تكون بتحلها بشكل احسن، وان انت في الوقت ده المفروض تركز على الخطوات اللي انت شايفها صعبه، وده نوع من التدريب اسمه الديليبريت براكتس كنا اتكلمنا عنه قبل كده برضه. وده معناه باختصار يعني ان انت تكون بتركز على الحاجه اللي انت ضعيف فيها بس. بتقول بقى الخطوه اللي بعد كده ان انت تحل مساله تانية علشان تكون تشانك تانية. المساله دي بتقول عليها كي بروبلم، او يعني مساله فيها الحاجه الرئيسيه اللي انت بتتعلمها، وتعمل نفس الخطوات اللي انت عملتها في المساله الاولى. وبتقول ان بعد عدد مش كبير من التشانكس هتقدر بعد كده تحل مسائل بشكل اسهل بكتير. بعد كده اتكلمت على بعض الاخطاء اللي بتخلي موضوع التشانكس ده ممكن ما يحصلش. تخيل ان انت درست حاجه لاول مره بعد كده قعدت تتدرب عليها كتير، التدريب ده بعد فتره ممكن يكون له اثر سلبي اكتر منه ايجابي. طب ليه ده ممكن يحصل؟ لان انت بعد فتره من التدريب على الحاجه دي بيكون خلاص الموضوع سهل وبتكون فهمت الحاجه، فلما بتتدرب عليها تاني وانت فاهمها اصلا ده بتقول عليه الاوفر ليرن، وده معناه ان انت بتقعد تتدرب على حاجه واحده فتره طويله بعد ما بتكون فهمتها اصلا. الافضل من كده ان بعد ما تفهم الحاجه اللي انت بتتدرب عليها دي ان انت تتدرب عليها بس مع حاجه تانية، يعني بدل ما تحل على نوع واحد من المسائل كتير الاحسن ان يكون كذا نوع من المسائل مع بعض، لان ده بيخلي عندك مهاره تانية مهمه، وهي ان انت تعرف ايه السياق اللي المفروض تستخدم في الحاجه اللي انت اتعلمتها. الغلطه الثانيه اللي ممكن تعطلك ان انت تكون تشانك هي الريدنج، او ان انت تقعد تقرا الحاجه اللي انت بتذاكرها كذا مره. والري ريدنج مش احسن طريقه فعاله في المذاكره حسب الدراسات، وكنا اتكلمنا ليه هي تعتبر مش احسن طريقه فعاله في المذاكره وايه الطريقه الاحسن منها في الفيديو ده.